استني شوية بس، انت على طول هتقفلي الفيديو كده وتمشي؟ ما تصبري، يمكن الكلام اللي هقولهولك في الشوية دول هو اللي يخليكي بكرة تقومي الصبح مرتاحة مش ميتة من كتر التعب وعظمك كله مدغدغ. أنا عارفة إيه اللي بيدور في دماغِك دلوقتي، هتقولي يا فكيك لسه هاقعد أسمع وتقول لي رتّبي واصحي بدري. لو ده اللي فكرتِ فيه فأنتِ محتاجة تسمعيني للآخر، لإنِّك لو قفلتِ مش هتقفلي فيديو الميرا، أنتِ بتقفلي الباب في وش نفسِك اللي بتصرخ جواكِ وعاوزة ترتاحي. النهارده مش هاقول لِك اصحي بدري واشربي مَيّة كتير، النهارده هنفكِّك العقد النفسية اللي مخلياكِ مضغوطة، وهنعيد ترتيب البيت من جوّه لبرّه. حطّي اللايك، اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، ويلا بينا نبدأ. هو انت ليه دايما حاسة بالذنب؟ لان السوشيال ميديا صدرت لينا بيوت بتلمع وكأنها بتتروق لوحدها، والام تبقى بتلمع وشعرها متسرح واولادها ملايكة، كل ده في كادر واحد، بس الواقع مفيش حد كده 24 ساعة. الضغط بيبدأ لما بتحاولي تطبقي صورة مش حقيقية على الواقع بتاعك، وبتمسكي الموبايل تلاقي واحدة ببيجامة مكوية ومطبخها ما فيهوش حاجة وبتحضر لانش بوكس لأحباب الله كأنه لوحة فنية، وتقولك بمنتهى الهدوء يلا قومي تشطري ورتبي يومك. الصورة دي بتدخل عقلك الباطن وبتقارنيها بالواقع بتاعك، الواقع اللي فيه مواعين في الحوض وغسيل عاوز يتغسل وعاوز يتطبق وعيال بيجروا ورا بعض وانتي مجهدة وتعبانة. وهنا بقى بتبدأ الصدمة، بتحسي انك مقصرة وانك الوحيدة اللي مش عارفة تسيطر على حياتها. الضغط الحقيقي مش من كتر الشغل، الضغط في المقارنة الظالمة. انت بتقارني ايه بايه؟ بتقارني كواليس حياتك المتعبة بلقطة متمنتجة ومتصورة بإضاءة احترافية لغيرك. ما تحاوليش تطبقي صورة مش حقيقية ومصنوعة عشان اللايك والشير على الواقع الحقيقي، عشان ما تطلبيش جسمك بطاقة مش عنده، وبتطالبي بيتك بنظام فندقي وهو بيت طبيعي جدا فيه حياة وعيال وحركة. النتيجة هتكوني عصبية وبتنفجري في أولادك وزوجك، وبتحسي إنك كارهة البيت وكل حاجة فيه لمجرد إنك مش عارفة توصلي لفلتر السوشيال ميديا اللي ملوش وجود أصلا. الحل إننا ننسى الست المثالية وتقبلي الست الحقيقية. البيت المنظم مش هو اللي ما فيهوش كركبة، بس هو اللي فيه نظام يسمحلك إنك تعيشي وترتاحي، مش نظام يخليكي خدمة عنده. ماشي يا ميرا، أنا خلصت من الست المثالية ورضيت بالواقع، وبرضه يومي مكركب ليه؟ لأنك بتقعي في فخ تاني، زي ما يقولك كده بنطلع من نورة نقع في ضحضيرة. وهو طريقة تفكيرك، عقلك عامل زي البطارية، أول ما تقومي الصبح البطارية دي بتكون 100%، كل ما بتاخدي قرار البطارية بتنزل. أعمل غدا إيه؟ نزلت 5%. أغسل الغسيل ولا لأ؟ أدي 5 كمان. أذاكر للولاد الأول ولا رتب المطبخ؟ نزلت 10%. على الساعة 12 الظهر بطارية قراراتك بتكون خلصت وبتكملي اليوم وانت فاقدة الوعي والشغف وبتعملي الحاجة من غير نفس، وهنا بتحسي بالضغط. تاني حاجة الكركبة النفسية، بصي حواليكي كده، درج مليان كراكيب ملهاش لازمة بس شايلاها يمكن تحتاجيها، دولاب ما بقاش فيه مقاساتك أصلا بس محتفظة بيهم بيفكروكي برشاقتك أول الجواز. كل كركبة هي حمل نفسي على عينك وعلى عقلك. عقلك الباطن بيترجم كل قطعة كركبة إنها مهام ما اتعملتش، وده بيسحب من طاقة عقلك 24 ساعة وانتي مش حاسة. تالت فخ بتقعي فيه تقديس الأدوات بدل من العادات، بتشتري علب تلاجة غالية جدا ومنظمات ومنظفات بكل الألوان وفاكرة إن الأدوات دي هي اللي هترتب يومك، هتشتغل لوحدها. الحقيقة الأدوات ما بتعملش حاجة لو مفيش عادة استخدام ليها، انت محتاجة عادات مش منظمات. خدي مني بقى 7 عادات حصرية للهدوء الإيجابي. دلوقتي جينا للمهم، عادات هتغير حياتك لو طبقتيهم بالتدريج، وإحنا هنا بنعمل الحاجة على مهلنا، محدش بيجري ورانا، بنغير في نفسنا علشان نحس إننا أحسن، مش علشان داخلين مسابقة. والأهم إني بعتمد على العادات النفسية قبل العملية. أول عادة، عادة نقطة الصفر. البيت مش لازم يكون نضيف 24 ساعة، لازم يرجع لنقطة الصفر مرة واحدة في اليوم. مثلا المطبخ أهم حاجة الحوض يكون نضيف، الرخامة تكون ممسوحة ونضيفة قبل ما تنامي، حتى لو باقي البيت مكركب قومي الصبح على مطبخ نضيف
وده بيدي إشارة لعقلك إن اليوم الجديد بيبدأ بنظافة. تاني حاجة الأسطح الفاضية. العين لما بتشوف كركبة على أي سطح، سفرة، رخامة، تسريحة، مخك هيترجم ده فورا على إنه في فوضى، وبيبدأ يفرز هرمونات التوتر. بعادة بسيطة قوي ريحي نفسك، أي سطح خليه فاضي بنسبة 80%. المنظمات والعلب مكانها الأدراج والدواليب، مش فوق الأسطح. تالت حاجة تفريغ الدماغ. قبل ما تنامي هاتي أجندة واكتبي كل حاجة وراكي بكرة، كل حاجة: الطبخ، الغسيل، مكالمة، ترتيب الدرج الفلاني. لما بتكتبي انت بتنقلي المهام من الرماد اللي في دماغك للورق، وده بيساعدك تنامي أسرع وبجودة أحسن، لأن دماغك ما بقتش مشغولة بمراجعة كل حاجة وراكي. رابع حاجة العشر دقايق التدميرية. قبل ما تدخلي تنامي هاتي باسكت كبير ولفي في البيت 10 دقايق بس. لمي كل حاجة في مكان غلط وحطيها في السلة، ورجعي كل حاجة مكانها الصح. 10 دقايق بس، انت مش بتروقي ولا بترتبي، انت يدوب بتحطي كل حاجة في مكانها. هتقومي الصبح هتلاقي البيت رايق وظاهريا مترتب، وده بيفتح نفسك لليوم. خامس عادة تجهيز المنقذات. يوم واحد في الأسبوع يكون رايق وهادي عندك ومفيهوش شغل كتير. جهزي تتبيلات، شوية صلصة، افرمي توم وبصل وجهزيهم كأنك بتطبخي ورا شيف. ده بيسهل عليكي قوي لما بتيجي تعملي أي طبخة في أي يوم في الأسبوع، مش بتحتاجي ولا تفكري ولا تجهزي من الصفر. العادة اللي بعد كده لغة الحوار الجديدة. افصلي نفسك عن الكلمات السلبية، بدل ما تقولي أنا ورايا هم ما يتلم، قولي هقوم أرتب شوية حاجات كده علشان أرتاح. وبدل ما تقولي المطبخ غاممني وهيخلص عليا، قولي المطبخ عايز يتفوق كده علشان أكون مبسوطة. الكلمة الإيجابية بتغير كمية المخ من التوتر للهدوء. سابع حاجة والأخيرة التمتع البصري. قبل ما تنامي وبعد ما عملتي نقطة الصفر في المطبخ، اقفي قدامه بصي عليه وخدي نفس عميق كده، وقولي الحمد لله على الستر والنظام. الرضا ده بيدي لعقلك مكافأة معنوية، وبتخليه يحفزك تعملي كده بكرة برضو ونفسك مرتاحة وراضية. وعقلك هيفرز هرمون الدوبامين اللي بيحسسك بالإنجاز، وده بالظبط اللي بيخلي عقلك يتحايل عليكي تكرري نفس المشهد كل يوم. المكافأة الجميلة دي هتقبضيها في اللحظة اللي عينك هتفتح فيها الصبح، وبدل ما تقومي شايلة جبل على كتافك وشايفة كركبة امبارح مستنياكي، هتقومي تلاقي هدية سبتيها لنفسك قبل ما تنامي: مطبخ نضيف، رخامة فاضية، عقل هادي. اللحظة دي هي اللي بتوصلنا لأول محطة في يومنا الحقيقي. بما إنك ريحتي نفسك بالليل، ففترة الصبح النهاردة مش هتكون خناقة مع المواعين والكركبة، لأ دي هتكون وقت استعادة سيطرتك على البيت. أول ما رجلك تلمس الأرض انت مش رد فعل لطلبات حد، انت الفعل نفسه. بدل ما تجري تشوفي ايه اللي ما باص، انت بتبدأي يومك بهدوء: ترتيب السرير فورا أول ما تفتحي عينك، غسيل الوش وأسنانك معاهم ليفة سريعة كده لحوض الحمام، وتجهيز الفطار ضروري جدا. بعد كده بقى عادة الدقيقتين، أي حاجة هتاخد دقيقتين يبقى على السريع كده: تلميع مراية، تعليق فوطة، اعمليها فورا. بعد كده بتيجي فترة الظهر، ودي وقت النشاط والشغل التقيل شوية. ما تحطيش قدامك قائمة مهام 20 حاجة، اختاري أهم 3 حاجات واعمليهم. الطبيخ أساسي، واختاري بقى الغسيل، مسح الشقة، أي حاجة تانية سيبيها لما تريحي شوية. وأخيرا وصلنا لآخر فترة، فترة المساء. ده وقت الترميم، وقتك انتي، ساعة ليكي بعيد عن أي وش. بعد ما ولادك يناموا مفيش وراكي شغل، الساعة دي تبقى بتاعتك. اهتمام بنفسك، شغلك لو انت بتشتغلي يبقى في هدوء مع نفسك، علشان لو ما عملتيش كده هتتحولي لآلة، والآلة لما بتصدي بتقف. ودي أهم ساعة في يومك، لو ضاعت منك ضاع معاها التوازن النفسي. انت محتاجة وقت تفصلي فيه عن العالم، دي مش رفاهية، دي حق مشروع ليكي كبني آدمة. قبل ما تكوني أم وزوجة، شوية بتغذي فيهم روحك، بتقري، بتسمعي بودكاست بيعلمك حاجة، أو شوية هدوء كده تشربي حاجة بتحبيها. مخك لو ما فصلش هيفضل شغال في وضع الاستهلاك. أهم حاجة ممكن تعمليها في شوية الهدوء دول تمرين بسيط قوي لراحة الأعصاب، وهو إنك تفرغي دماغك. عارفة ليه مش بتعرفي تنامي بالليل وبتقومي الصبح مصدعة؟ لأن دماغك عاملة زي جهاز الكمبيوتر، عليه 100 صفحة مفتوحين في نفس الوقت. الغسيل محتاج يتنشر، الولاد عندهم امتحان بكرة، الخضار خلص، محتاجة أكلم أختي. كل ده بيلف في رمات مخك ويسحب من طاقتك وانت نايمة. الحل السحري: هاتي ورقة وقلم وبطريقة عشوائية كأنك بتلعبي فرغي كل
الزحمة دي على الورقة. كده انت هديتي مخك وبتسمحي له انه يقفل صفحة الوش دي وينام ويرتاح. بجد جربي تفرغي دماغك وتدخلي تنامي، هتكتشفي انك لأول مرة من سنين بتنامي نوم عميق، وهتقومي بذهن صافي مش شايلة هموم اليوم اللي فات. في نهاية يومنا ونهاية كلامنا أنا مش عاوزاكي تقومي على الحوض ولا تلمي الغسيل، أنا عاوزاكي تروحي للمراية، بصي في عين الست اللي قدامك كويس. الست دي مش ماكينة بتشتغل بالكهرباء ولا ضحية لجدول يوم خانقها. الست اللي قدامك دي هي الكيان اللي البيت كله قايم عليه. لو الكيان ده اتهد الحيطان هتتشرخ مهما كانت نظيفة، ولو الكيان ده نور البيت كله هيشع طاقة وحب. انت النهاردة مش بترتبي يومك، انت بتستردي ملكيتك لعمرك اللي كان بيتسحب منك. الكركبة اللي في المطبخ مقدور عليها، لكن الكركبة اللي في روحك هي اللي لازم لها وقفة قوية. ابدأي بكرة وانت حاطة في دماغك انك بتديري مملكتك مش بتخدمي في سجن. عيشي يومك بذكاء مش بمجهود يهدك. انا معاكي عشان اقولك انك اجمل ست في الدنيا، تستاهلي ترتاحي، تستاهلي تكوني سعيدة. واشوفكم في فيديوهات جاية كتير اقوى واعمق واقرب لقلوبنا، وسلام.